السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم أحييكم جميعا. نحن اليوم ثلاثاء 17 سبتمبر 2013 الساعة حوالي 4 بتوقيت الجزائر، 4 بعد الظهر. حديث اليوم مرة أخرى في الحقيقة على ما يحدث في هرم السلطة، وبالضبط على الصدام والصراع القائم منذ فترة واللي أخذ أبعاد خاصة وتسارع بشكل كبير منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام تقريبا. اختصارا، بالرغم أنه قد يبدو تكرار لبعض الأشخاص اللي استمعوا إلي ربما في تدخلات أخرى وفي أماكن أخرى، لكن اختصارا أقول أن الصراع هو ما بين جناحين، جناح يسمى بجناح الرئيس أو الجناح الرئاسي، وجناح يسمى بجناح المخابرات اللي معروفة باسم الديرس في الجزائر. الجناح الأول ويرأسه عبد العزيز بوتفليقة، والناس تعرفه بطبيعة الحال، وأهم ما يعرف عنه الآن أنه عمره 76 سنة وأنه مريض، وأحيانا مريض جدا، وأنه هذا المرض بداه تقريبا أهم شيء كان سرطان في 2005، سرطان معدة، ثم سكتة دماغية في أفريل الماضي، ومعه مجموعة من الأشخاص. والجناح الثاني ويرأسه التوفيق، واسمه الحقيقي محمد مدين، وهو عمره 75 سنة وفي المنصب منذ 23 سنة. لا يعرفه الجزائريون، لا يعرفون له أي صورة متحركة ولا يعرفونه حقيقة، لم يسمعوه يوما ما تحدث، ولكن هناك صورتين تقريبا هربتا، صورة من 92 وصورة في 2005 أو 2004 تعبر عن هذا الشخص. محمد مدين هو رئيس المخابرات، والمخابرات في الجزائر هي مخابرات عسكرية، وهي مخابرات واحدة عسكرية، وتتشكل من مجموعة مديريات. إذن الصراع هو في الحقيقة بين هذين الشخصين. هذين الشخصين كانوا تخلصوا من محمد العماري في 2004 اللي كان قائد الأركان، واتفقوا على تقاسم الحكم فيما بيناتهم. تقليديا الجيش يلعب، أو كبار جنرالات الجيش في الحقيقة يلعبوا دور، خاصة منذ انقلاب 92 يلعبوا دور كبير في السلطة الجزائرية، فهم إذا شئنا السلطة الخفية. ولن أطيل أيضا في هذا الموضوع، لكن كل ما أريد أن أقول فيه هو نصرات خلافات بين هذا الجناحين لأسباب متعددة لن أطيل فيها أيضا، ولكن كان آخرها في بداية العام الماضي عندما صارت خلافات حول ملف العهدة الرابعة، بحيث أن جنرالات المخابرات يريدون من بوتفليقة أن لا يذهب إلى عهدة رابعة، وهو يريد أن يذهب إلى عهدة رابعة. فأخرجت ملفات فساد شملت المقربين والمقربين جدا من بوتفليقة، بل وصلت له هو وأخوه. أدى ذلك إلى مشاكل، منها الصدمة الدماغية كما قلت، وبقي في فرنسا 80 يوم ثم عاد. وهو هناك في فرنسا في الحقيقة أهم شخص داخل هذا الجناح، أهم حتى من عبد العزيز، لأن عبد العزيز كما قلنا مريض، وفي كثير من الأحيان هو غائب عن الوعي نتيجة لهذا المرض. والصورة اللي ظهرت مرتين أو ثلاثة كانت تعبر عن الحالة الصحية التي وصل إليها الرجل. وبطبيعة الحال كما قلنا أكثر من مرة أيضا، كلنا نمرض وكلنا سنموت، وهذه طبيعة وهذه سنة الله في خلقه. لكن نحن نتحدث عن رئيس دولة كبيرة، دولة كبيرة بإرثها التاريخي، كبيرة بحجمها السكاني، بمساحتها، بموقعها، بأشياء كثيرة، ولكنها في الحقيقة للأسف مقزمة ومنذ سنوات. قلت في تلك الفترة عندما كان في فرنسا سعيد بوتفليقة هو اللي قائم بالأعمال. في الحقيقة سعيد بوتفليقة قائم بأعمال الرئاسة منذ 2005 وليس فقط في هذه الفترة. والصراع قائم بشدة على السلطة. عندما أقول على السلطة أحيانا ربما الناس قد يتبادر ذهنهم، أو البعض قد يتبادر ربما حول مشروعين سياسيين مثلا. لا، في الحقيقة الصراع ليس لا على مشاريع إيديولوجية، مثلا ما فيش واحد يساري واحد يميني واحد إسلامي واحد ليبرالي مثلا، ولا على أفكار، ولا على سياسات، ولا على برامج للحكم. لا، الصراع في الحقيقة هو على السلطة، على النفوذ، على الأموال، على المراكز، على من يضع أصحابه أصدقائه المقربين منه في أهم المناصب، ومن ينافسه على ذلك. إذن هذا هو إذا شئنا ماهية أو مضمون الصراع.
الجناح الثاني، الجناح الاول اذا جناح بوتفليقه اللي قلنا اللي يقوده الان اساسا هو السعيد بوتفليقه، وهو الشقيق الاصغر لعبد العزيز، واعتقد ان عمره الان هو من مواليد 57 وعمره الان اذا في حدود 56 سنه. من الناحيه الثانيه الصراع يقود توفيق شخصيا ومعه مجموعه من الجنرالات، اهم هؤلاء هو الجنرال بشير طرطاق المدعو عثمان، وهو مسؤول الامن الداخلي ويسمى بالدي اس اي، لا ديريكسيون سيكوريتي دو لانتيريور، ويساعده اخر يسمى رشيد العلالي والمدعو عطافي، وهو مسؤول المخابرات الخارجيه، ومعه 18 جنرال اخرين يمسكون بالسلطه الحقيقيه من وراء الستار. الصراع وصل الى حد كسر العظم. أختصر أيضا حتى لا أطيل لأني أريد أن أتحدث على أبعاده وخلفياته وتأثيراته. في 4 جويلية استطاع بوتفليقة وباتفاق مع القايد صالح لقائد الأركان، وقايد صالح قائد أركان وهو عمره 80 سنة، تذكير أيضا بذلك، وصلوا هو وياه ومجموعة من الجهات أن اتفقوا على أن تتم ترقية كثير من الضباط المقربين من قايد صالح والمقربين من بوتفليقة إلى مناصب حساسة. أهم هذه المناصب وصلها حبيب شنتوف، أصبح قائد القوات البرية، وقائد القوات البرية هو أهم شخصية عسكرية بعد قائد الأركان، وقائد الناحية العسكرية الأولى أصبح اسمه الجنرال حسن جبور، وهذه هي أهم ناحية عسكرية من النواحي الستة في الجزائر. الجزائر فيها 6 نواحي عسكرية وفيها ناحية خاصة تسمى ناحية تندوف، لا زون اوتونوم دو تندوف، والست نواحي. ال6 نواحي أهم ناحية هي الناحية الأولى. لماذا؟ لأنها تتحكم في العاصمة وما جاورها، تقريبا 250 أو 300 كيلومتر شرقا وغربا وجنوبا. كل هذه المنطقة لغاية الجلفة، لغاية السطيف، وأعتقد لغاية شلف أو بعد شوية، كل هذه المنطقة تخضع للناحية العسكرية الأولى. إذا استطاع بوتفليقة، ولكي لا أطيل أيضا في هذا، أن يضع أهم الأشخاص الموالين له في هذه المناصب، قائد القوات البرية وقائد الناحية العسكرية الأولى. كما استطاع أن يضع أيضا قائد الناحية العسكرية الثانية في وهران من المقربين منه، وفي نفس الوقت طرد مجموعة من الجنرالات المقربين من التوفيق. هذا سهل العملية اللي راح تحدث فيما بعد. التغييرات في الجيش شملت أكثر من هذا، أنا ذكرت فقط أهم الشخصيات حتى لا تضيع الناس في التفاصيل وفي الأسماء. هذا سيمكن بوتفليقة فيما بعد أن يقوم بضربة أخرى بمقتضاها، يقوم بتكسير أو فصل أهم الاختصاصات، 3 من اختصاصات المخابرات. المخابرات عنده مجموعة كبيرة من الاختصاصات والمديريات، أهمها 5 مديريات: مديرية الشؤون الداخلية، مديرية الشؤون الخارجية، مديرية الشؤون العسكرية أو أمن الجيش، مديرية مكلفة بالسيطرة على الإعلام وتسمى CCD، ومديرية استحدثت منذ 6-7 سنوات وتسمى الشرطة القضائية، مديرية المخابرات للشرطة القضائية. استطاع بوتفليقة نتيجة التغييرات في الجيش ووضع كبار الجنرالات من أجله، لأنه لو ما وضعهمش يستطيعوا باختصار بسيط يبعثوا له فيلق، كتيبة من 10 أشخاص 10 جنود، ياخذوه هو واخوه اللي معاه ويضعوهم في السجن، كما صار البنبلة قبل فترة، أو كما حدث مع الشاذلي عندما قالوا له عليك أن ترحل، كان كبار الجنرالات ماشي معاه، انتهى الأمر. اللي يحسم الصراع في الجزائر منذ 62، منذ أن زحف بومدين بالدبابات من جيش الحدود وزحف على العاصمة في جويلية أوت 62، منذ ذلك التاريخ اللي يحسم الصراع هو الدبابة. اللي يملك الدبابة هو اللي يحسم الصراع، أي اللي يملك الجيش هو اللي يحسم الصراع، أو اللي يتحكم في الجيش هو اللي يحكم الصراع. هكذا صار دائما. إذن لما استطاع أن يكونوا كبار جنرالات الجيش خاصة القوات البرية والناحية العسكرية الأولى والثانية وقايد صالح مع بوتفليقة، استطاع أن يقوم بهذا. انتزع من توفيق 3 مديريات: المديرية اللي تتحكم في الإعلام والصحافة، للأسف يعني الإعلام والصحافة تتحكم فيه مديرية داخل المخابرات، هي اللي تقول للناس أو الصحفيين أو الصحافة ما لا تقول وما تقول، ولذلك
هذا حديث ربما طويل، وهذه من غرابة الغرائب أن عندما تكون الصحافة، بالرغم من نتكلم على صحافة مستقلة وحرة، ولكن في الحقيقة لها خطوط ولا حدود لا تتعداها إلا ما تسمح به هذه المديرية. والمديرية الثانية اللي هي مديرية التحقيقات القضائية، واللي كانت حققت في كبار ملفات الفساد اللي مست شكيب خليل ومست سوناتراك ومست الطريق المزدوج ومست BRC ومست مشاريع كبيرة، واللي في الحقيقة طلعت ملفات بملايير الدولارات من الفساد، ملايير الدولارات. والمديرية الثالثة مديرية أمن الجيش، ويرأسها مهنا جبار، أحد أيضا مقربين جدا من توفيق. كل هذه المديريات الثلاثة نزعوا إذا من توفيق، ولم يبقى له إلا مديرية الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. بعد ما استطاع أن يفعل هذا، استطاع بوتفليقة بعدها في مرحلة ثالثة أن يقوم بتعديل حكومي. تعديل حكومي بمقتضاه أيضا نزع أكبر الوزراء اللي تابعين للمخابرات أو أهمهم، طردهم، ومن بينهم أذكر أيضا حتى لا أطيل أذكر فقط 2 أو 3، من بينهم وزير الداخلية ولد قابلية، ووزير الصناعة شريف رحماني، ووزير العدل. هذه 3 طردهم بوتفليقة واستبدلهم بأشخاص مقربين منه، خاصة وزير العدل ووزير الداخلية. لكن ترك رئيس الحكومة أو وزير الأول اللي هو عبد الملك سلال، والحقيقة هو مقرب من DRS، وهذا ربما تجي فرصة أخرى ونقول لماذا تركه، وإن كنت أظن أنه سيبقى فقط بضع أسابيع ويغيره، هذا إذا بقى بضعة أسابيع. أيضا وضع وزير الخارجية السابق مدلسي على رأس المجلس الدستوري. أسمحت وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الدستوري، هذا من كلهم شخصيات قريبة جدا من بوتفليقة، وأيضا وزراء آخرين، لكن هذول أنا أحكي فقط على الوزارات الأهم. ما بين تغييرات داخل الجيش والضربة للDRS قام بالاستحواذ على جبهة التحرير الوطني، وضع فيها شخص يسمى عمار سعيداني. وعمار سعيداني لمن لا يعرفه باختصار شديد هو كان رئيس المجلس الشعبي الوطني، وقبل ذلك كان رئيس ميليشيا في التسعينات، كان يقتل بيديه، كان عنده ميليشيا صغيرة في منطقة واتسوف ويقتل بيديه. وقبل التسعينات في الحقيقة كان معروف في فرقة فولكلورية لعبد الله مناعي في الواد واتسوف، يعرفوه كثير من الجزائريين يعرفوه، كان طبال، وكثيرين يقولوا كان رقاص، يعني كان يرقص وكان يطبل داخل هذه. إذا وفي التسعينات أصبح رئيس ميليشيا، في 2000 أصبح رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولكن نهب ملايير السنتيمات، كي يتكلف على 3000 مليار سنتيم، مبلغ ضخم جدا، حوالي 500 مليون يورو. ونهب أيضا آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، وغاب لأنه فضحت الفساد اللي كان قبله. لكن استطاع بوتفليقة أن يضعه على رأس لافالين جبهة التحرير الوطني، اللي كان الصراع حولها قوي جدا، واللي بقت بدون رئيس حزب منذ أن أسقط عبد العزيز بالخادم، وهو أقرب المقربين لبوتفليقة. بهذا يكون بوتفليقة قد أحكم قبضته على الجيش، وبدعم قوي جدا من قايد صالح، وهو من أقرب المقربين إليه والآن شريكه في الحكم، وأحكم قبضته على جبهة التحرير الوطني، وربما في الأيام القادمة على الأرندي أيضا، لأن الأرندي لحد الآن أيضا ما عندوش رئيس وفي أجنحة متصارعة. وأحكم قبضته أو على الأقل نزع أهم الاختصاصات من عند التوفيق ومن معه من جنرالات، وغير الحكومة وأحكم قبضته على الحكومة، ووضع من يريد على رأس المجلس الدستوري. كل هذا يؤدي ويسمح له بأن إذا طال عمره وبقي ما زال فيه قليل من الحياة، حتى وهو ضعيف جدا، حتى وهو مريض، أن يذهب إلى إما عهدة رابعة، أو حتى بدون أن يذهب إلى عهدة رابعة يعدل الدستور ويمدد في حكمه 2 أو 3 سنوات. وفي أسوأ السيناريوهات أن جناح الرئيس بقيادة السعيد المحرك الرئيسي، مرة أخرى أذكر أن عبد العزيز فقط هو صورة، وإنما الحاكم الفعلي في مكانه هو السعيد. وقبل الأسبوع الماضي كان الحاكم الحقيقي للجزائر هي DRS وشريكها بوتفليقة، الشريك الأصغر
لكن كما قلت هي تغيرت. كثير من الناس ما فهموش كيفاش رئيس مريض وشخص مريض ويقوم بهذا. أنا قلت قام بهذا هو السعيد، وبدعم من القايد صالح، وبدعم من رئيس البوليس. هذا لعب دور كبير أيضا، ربما تجي فترة أخرى نتكلم عليه، عبد الغني الهامل. والبوليس الآن 220 ألف عنصر، يعني قوة كبيرة جدا بما فيها عندها طاقة وهليكوبترات وعندها قوة حقيقية. ولكن أيضا بدعم الدرك 150 ألف عسكري، وأهم من هؤلاء ربما أو معهم بدعم فرنسا والولايات المتحدة، خاصة فرنسا. فرنسا ردت الجميل لبوتفليقة لأنه أعطاها ما لم يسبق في تاريخ الجزائر مستقلة. 50 سنة من الاستقلال لم يسبق أن أي رئيس أو أي شخص في البلاد أن فتح الأجواء للطائرات الفرنسية. وحتى لما فتحوها مرات في عهد بوتفليقة أيضا في 2005 2006 2007 لما كانت الطائرات الفرنسية تقصف في المعارضة التشادية، كانت في السر وكانت محدودة في الزمان وفي المكان وكانت سرية. لكن في 2012 نعرفوا أن الطائرات الفرنسية مرت على التراب الجزائري، على الأجواء الجزائرية، لكي تقصف المعارضين لحكومة مالي في شمال مالي. وليس ذلك فقط، وإنما أيضا كان هناك دعم لوجستيكي بالبنزين، بالكيروزين، بأشياء كثيرة يحتاجها أي جيش فرنسي كان في شمال مالي. وشمال مالي ما فيش ولا شيء، الوحيد اللي يقدر يمد له حاجة هو الجزائر. وأخطر من ذلك أيضا دعموهم بالدعم الإعلامي المخابراتي على الأرض، وأرسلت عناصر جزائرية إلى مالي والنيجر وموريتانيا لكي تساعد الجيش الفرنسي على غزو مالي. أيضا الجيش الفرنسي متواجد في موريتانيا ومتواجد في النيجر بقوة. وقبل هذا في الحقيقة قبل مرور الطائرات الفرنسية، الطائرات الأمريكية منذ 2004 عندها اوتوريزاسيون، عندها بيرميسيون، عندها موافقة للطيران فوق الأجواء الجزائرية، وموجودة الوثائق حول هذا الموضوع، وقد كانت سربت من ويكيليكس آنذاك. الامريكيين والفرنسيين مرتاحين جدا للنظام اجمالا، وخاصه لعبد العزيز بوتفليقه اللي اعطاهم ما لم يسبق ان اخذوا في الجزائر. ليس هذا فقط، الامريكيين في الحقيقه يسيطروا على البترول الجزائري، والفرنسيين يسيطروا على التجاره الخارجيه وعلى بيع. فرنسا هي اول من يبيع لنا بضائع، هي اول مورد للجزائر. نحن نستورد اكثر ما نستورده من فرنسا. في دول أخرى أيضا مستفيدة. الروس مستفيدة، نحن نشتري من عندها في حدود 4 إلى 5 مليار دولار من الأسلحة من الروس فقط سنويا. والصين أيضا مستفيدة، بحيث أن لديها مشاريع، هي ثاني مصدر لنا بعد فرنسا. وإذا القوة الكبرى بريطانيا أيضا لديها مستثمرات، فمثلا أكبر مستثمر في الجزائر هي BP اللي هي شركة بريطانية. فالقوة الكبرى عموما خاصة الولايات المتحدة وأخص فرنسا مستفيدة من نظام الحكم، مستفيدة من الأموال، ومستفيدة من الدعم الجيوسياسي ومن الدعم العسكري اللي قدم لها، واللي قدم لهم أيضا فيما يسمى بمكافحة الإرهاب. هذا خلى أن الفرنسيين قالوا صراحة، وفرنسوا هولاند في 31 مايو الماضي صرح وقال سيعود عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر في أقرب وقت، وسيبقى في السلطة على الأقل ل 2014 أبريل 2014. ففهمت المخابرات آنذاك أن فرنسا تدعم بقوة بوتفليقة. هذا هو الواقع. الآن يبدو أن بوتفليقة إذن يحكم قبضته هو ومن معه من أنصاره على الجيش، على حزب جبهة التحرير. ولماذا حزب جبهة التحرير؟ لأنه عن طريقه يمر الرئيس، يعني كل رئيس يجي للجزائر لازم رسميا شكليا يمر عن طريق جبهة التحرير، يترشح عن طريق جبهة التحرير. وعلى المخابرات اللي قصقص أجنحتها، واللي أنا أتوقع أنه في أي لحظة ربما تتم إقالة التوفيق إذا ما مشت الأمور، لأنه راح نشرح الآن لماذا. وأيضا على الحكومة، حيث وضع أهم الشخصيات الموالية له ولاء كاملا في أهم المراكز الحساسة. وفي الأيام القادمة ستكون هناك تغييرات داخل القضاء، ويضع أيضا شخصيات موالية له الأكثر ولاء. في شخصيات موالية، لكن في شخصيات أكثر ولاء، وفي شخصيات قريبة من دعرس. وداخل الولايات أيضا سيتم تغيير أهم الولاة. داخل السلك الدبلوماسي سيتم تغيير أهم أو جزء من السفارات اللي ما يسيطرش عليها، ويترك أو يضع يده على كافة هذه السفارات. في خطة كاملة لهذا الموضوع. داخل الشرطة وداخل الدرك أيضا حدثت تغييرات
بمقتضاها تم إقصاء مجموعة من المدراء داخل الشرطة وداخل الدرك، واستبدلوا هذه الأيام. في هذه الأيام لأننا نتحدث اليوم مثلا في تغييرات، لكن سيعلن عنها ربما في الأسبوع القادم أو اللي بعده. اللي لاعب دور رئيسي بالإضافة إلى قايد صالح وثلاثة أربع جنرالات معه، منهم حبيب شنتوف ومنهم حسن جبور ومنهم شنقريحة، عبد الغني الهامل رئيس البوليس. هذا سيكون له دور كبير فيما بعد، وربما يكون أيضا من بين الشخصيات اللي مازال منتظر، ربما من بين الشخصيات اللي تكون على قائمة اللي تخلف الرئيس بوتفليقة في الانتخابات اللي إذا جرت إما العام القادم أو بعد سنتين أو بعد 5 سنوات. أين نحن الآن وكيفاش الدراس؟ كثير من الناس يتسألوا هذا السؤال، كيفاش الدراس اللي حكمت بقبضة حديدية اللي توفيق مر عليه 5 رؤساء، مر عليه الشادي بن جديد اللي تم إقالته، بوضياف اللي تم اغتياله، كافي اللي تم إزاحته، زروال اللي تم أيضا إقالته بشكل أو بآخر، يعني تم الضغط عليه حتى استقال، ثم جاء بوتفليقة. كيفاش هذا؟ هل بهذه البساطة؟ طبعا الصحافة مثلا، صحيفة الإكسبريسيون، صحيفة الوطن، صحيفة لوسوار، هذه قريبة من دراس، كلها مش مصدقة. الإكسبريسيون في الحقيقة ولا الاثنين، لكن كلهم مش مصدقين، خاصة في الوطن ولوسوار وفي ليبرتي مش مصدقين هذا. أيضا في الخبر إلى حد ما وفي الشروق إلى حد ما مش مصدقين أنه دراس هذا الهيلمان القوي جدا يتساقط بهذه الطريقة. في الحقيقة هم دراس لم تسقط بعد، وإنما كما قلت تم قص الأجنحة أو كسر المخالب للتوفيق. رد الفعل لحد الآن يبدو ضعيف من جانب دراس، من جانب التوفيق ومن معه، خاصة بشير طرطاق، جبار مهنا. جبار مهنا يقال أنه أقيل، ليس فقط تم نزع المديرية والصاقها أو إلحاقها بقائد الأركان، وإنما تم إقالة جبار مهنا، واحد من كبار المجرمين في التسعينات. بشير طرطاق كذلك، عطافي كذلك، حتى قايد صالح واحد من كبار المجرمين. الحقيقة كل اللي يشغل الآن مرتبة جنرالات في المناصب العليا، هناك أكثر من 300 جنرال، لكن هناك حوالي 90 جنرال منهم من أكبر المجرمين في التسعينات. يعني كانوا يعطون أوامر للقتل، وفي كثير من الأحيان كانوا يقتلون بأيديهم. هذا موضوع آخر. ما هو رد فعل دراس؟ كيف سيتصرف توفيق؟ كثيرين يقولون أنه سيرد بقوة، وأنه لن يسمح للسلطة أن تخرج من يديه ومن المقربين منه. المقربين منه مش فقط جنرالات، المقربين منه أيضا ما يسمى برجال أعمال كثيرين، ساعدهم باش أصبحوا إمبراطوريات. كاين الآن اللي عنده في الجزائر مليارديرات بالدولار، مش بالدينار ولا بالسنتيم. هناك مليارديرات بالدينار، وهناك عدد منهم قريبين جدا دراس. من بين هؤلاء ربراب مثلا، ربراب اللي هو إمبراطور اقتصادي قوي، منهم حداد مثلا، ومجموعة أخرى من الأسماء، حوالي 20 اسم. هؤلاء الآن في خطر شديد، لأنه بالنسبة لهم ربما بوتفليقة سينتقم منهم وسيأتي بالمقربين منه ويأخذ منهم مصالحهم، يأخذ منهم ربما المشاريع الكبرى. إضافة إلى هذا هناك أيضا ولاة، هناك سفراء، هناك قضاة قريبين من دراس يرون أنهم في خطر، سيتم طردهم واستبدالهم بأنصار بوتفليقة. كل هؤلاء يضغطوا الآن على التوفيق لكي يقوم برد فعل. في الحقيقة نحن أمام سيناريوهين اثنين: إما توفيق يكون قد انتهى ويرى أنه خلاص كبار الجيش، كبار جنرالات الجيش خاصة في قيادة الأركان راهم مع بوتفليقة، وأنه لن يستطيع أن يفعل أي شيء، وأنه من الأحسن أن يقبل ما وصل إليه الأمر، وربما يطلب أن يذهب إلى التقاعد. عمره 75 سنة. الجنرالات في الجزائر المفروض يتقاعدوا في سن 64 سنة، هذا هو القانون، والعقداء في سن 60 والرواد في سن 56، لكن طبعا هذا قانون يطبق فقط على الضعاف أو الصغار. إذا إما يرى أنه خسر المعركة وينسحب، أو يرى أنه لا، ما خسرش المعركة، ما زال لديه بعد مجموعة من الجنرالات، ما زال قوة في الجيش، في الشرطة، في الدرك، ما زال لديه كثير من القوة، ويقوم برد فعل عكسي. في هذه الحالة نتجه إلى انشقاق حقيقي داخل الجيش، نتمنى لا يحدث ذلك، إضافة إلى أنه انشقاق حقيقي داخل السلطة. على كل، هذا سيناريوهين اثنين في قادم الأيام. هذا ستتأكد الأمور في خلال من اليوم إلى نقول نهاية شهر أكتوبر على أقصى تقدير، لكن الأمر الصراع سيبقى، وسيستمر لغاية أبريل 2014،
أي لغاية ما يتحدد من سيكون الرئيس، هل سيبقى بوتفليقة ويأخذ عهدة رابعة، أم يبقى ويأخذ 2 أو 3 كتمديد، أم يذهب هو ويأتي شخص مقرب منه يخلفه، أم أنه في الحقيقة لا، كما قلت تقع نوع من الانقلاب ضده ويتم تمرير شخص آخر. كل السيناريوهات هذه مفتوحة وسنراها في قادم الأيام، لكن من هنا شهر نهاية أكتوبر نهاية نوفمبر ستتضح الصورة بشكل أو بآخر أين نتجه. الأمر الآخر، وهذا يحدث كله، أين دور الشعب الجزائري؟ أين دور النخب؟ أين دور ما يسمى بالأحزاب؟ أين دور ما يسمى بالجمعيات؟ لا شيء. تكاد يكون موات جزائريين يرون لبلدهم مواقع بين صراع قوي كما قلت، ليس لا على السياسات ولا على ايديولوجيا ولا على افكار ولا على من مثلا لديه مشاريع لتطوير قطاع الصحه او قطاع التعليم اللي كلها قطاعات تغرق، او الجامعات او القضاء، او لا، الصراع فقط على من ينهب اكثر، على من يضع اصدقائه في المراكز، على من يكون له نفوذ اكبر. وكأننا في موات، 40 مليون جزائري تقريبا، وكأنهم في موات لا تكاد تسمح إلا قليل جدا من ردود الفعل. أين نحن؟ ولماذا هذا الموات؟ ولماذا هذا الخوف؟ أين نحن مما يحدث في العالم المتقلب؟ لأن كثيرين يقول لك والله احنا الوضع، يا ليت القضية ليست بأيديك أو بأيدينا أو بأيدي أي كان أن يبقى الوضع فقط كما هو على ما فيه كل من سوء، لكن يبقى كما هو. لا، ما يبقاش، لأن هذه التأثيرات اللي هي بجوارنا في تونس، في ليبيا، في مصر، في سوريا، في العراق، هذه وصلتنا. احنا أيضا رانا في الحقيقة هيكل، احنا رانا فقط متآكل، هيكل متآكل، وفي أي وقت سينهار البناء. نحن مثل عمارة متهالكة متآكلة يشوفوا فيها الناس أنها ستنهار، لكن البعض منهم يتمنى أنها ما تنهارش وبقي فيها، لكنها ستنهار. الصراع هذا يدمر الأوطان، يدمر الدول. عندنا 21 سنة منذ الانقلاب والصراعات لم تتوقف. الأخطر من ذلك أن الموت 200,000 قتيل، ملايين الجزائريين يعانوا من المصايب. وفي كثير يقول لك والله نعم وإحنا كنا نعيش في التسعينات والوضع الآن أفضل. نعم هو أفضل، وأنا أعرف أن اللي شاف الموت يرضى بالحمى، لكن هل هذه تبقى حمى فقط؟ أم أنها ستتحول إلى موت، إلى قتل، إلى دمار؟ إذا لم يقم الخيرين، إذا لم يقم الأحرار، إذا لم يقم الشرفاء اللي يخافوا على وطنهم مهما كانت مسؤولياتهم، مهما كان أستاذ، معلم، طبيب، مهندس، طالب، خاصة الطلبة، أي كان عامل بسيط، عامل في إدارة، إذا لم تأخذ الناس فكرة أن وطننا في خطر، ليس فقط نتيجة لما يحدث في المنطقة العربية كلها واللي هي نابعة مما يحدث من 50 سنة من الاستبداد. يعني ما يحدث في المنطقة العربية هو ردة فعل على 50 سنة من الاستبداد. شعوب وجدت نفسها في حالة ثوران ضد الأنظمة، ثم وجدت نفسها في حالة فوضى، لأن هذه الأنظمة قامت بثورات مضادة ويساعدها القوى الخارجية. إذا مش فقط ما يحدث في حولنا، ولكن ما يحدث أيضا في الجزائر. الجزائر تتآكل من كل النواحي، تتآكل في قطاعاتها، قطاع الصحة، قطاع التعليم، كل القطاعات مريضة، ولكن تتآكل أكثر. والدليل أن عندما تسقط أمطار تغرق مدينة مثل وهران، أو تغرق مدينة مثل سكيكدا أو خنشلة، أو تغرق بضعة ساعات من الأمطار تغرق. وهذا نتيجة للنهب اللي وقع على مستوى البلديات، النهب اللي وقع على مستوى الولايات، النهب اللي وقع في كل مكان، والفساد اللي يمس الجميع. أحيانا أيضا ينتقدوني بعض الأشخاص يقولون أنت ما تتكلمش على فساد الشعب. لا، نعرف أن هناك فساد مس الجميع، لكن أنا لا أتكلم عن الفاسد الأصغر ونخلي الفاسد الأكبر. الفاسد الأكبر هو المتسبب، ولكن المسؤولية الشخصية على الجميع، المسؤولية الفردية على الجميع. ليس هناك مسؤولية اجتماعية، لأن ليس لدينا مجتمع، لدينا الآن شعب، ولكن ليس له مؤسسات لا اجتماعية ولا مؤسسات دولة، وإنما هناك عصابات في هرم السلطة وصلت الفساد إلى الجميع وأغرقت الجميع في الفساد، حتى لا يستطيع الناس التغيير، لأن اللي يكون فاسد ما يقدرش يغير، لا يملك القدرة الأخلاقية والقيمة الأخلاقية للتغيير. كي تكون عندك قدرة باش تغير لازم تكون أنت ماكش فاسد، ولذلك إصلاح الذات، إصلاح كل شخص منا، إصلاح ذاته، هذا مهم جدا في عملية التغيير. إذا قلت وهو يحدث كل هذا، فإن إذا لم يتحرك الناس
ليس لإسقاط النظام، ما عندناش نظام نسقطه، احنا عندنا عصابات، وإنما لإعادة بناء النظام، لرحيل هذه العصابات وإعادة بناء النظام، بناء الدولة، بناء الوطن، بناء المؤسسات الحقيقية اللي ما تخليش الجيوش أو الجيش يتدخل في السياسة، لأن كلما تدخل الجيش في السياسة كان خطر عليه وخطر على الوطن وخطر على الدولة وخطر على الشعب وخطر على الجميع. اللي تخلي الساسة يكونون مختارين بانتخابات حقيقية وشرعية وصحيحة نابعة من الشعب وليس من حزيبيات صناعة النظام، اللي تخلي الجزائريين الحقيقيين يظهروا وليس هناك الآن طبقة فاشلة فاسدة مجرمة والغالبية من الشعب والغالبية من الجزائريين تحت الأرض وكانهم تحت الأرض. نريد بناء النظام من جديد، ليس لدينا نظام، لدينا عصابات، لدينا جماعات متاع نهب، وهذا الكلام ليس من عندي، انظروا جرائدهم ماذا كانت تصف المقربين من بوتفليقة من شكيب خليل وجماعة سوناطراك وجماعة غول وجماعة وغيرهم. إذا والصراع يحدث، وكل ما يحدث في الحقيقة هناك عمل يجب أن يقوم به كل جزائري سواء في الداخل أو في الخارج. بالمناسبة المسؤولية اللي في الخارج مسؤولية كبيرة جدا، لأنهم على الأقل لا يعيشون تحت الضغوط المستمرة اللي يعيشها الإنسان اللي في الجزائر. الناس في الجزائر كثير منهم هارب عليه الخبزة، يجري وقت ورا الخبزة، وإذا حل مشكل الخبزة ما يحلش مشكل البيت، وإذا حل مشكل السكن ما يحلش مشكل العمل، وإذا كان عنده العمل والسكن ما يحلش مشكل المخدرات اللي تملأ الشوارع، وإذا ما كانش أولاده متورطين في المخدرات يخاف من مستوى التعليم المتدهور جدا، وإذا كان كل هذا جيد لما يروح للمستشفى يخاف لا يموت فيه، لأنه أصبحت الناس تموت في المستشفيات أكثر من اللي تموت برا نتيجة للاستهزاء القائم ونتيجة للفساد المستشري. فالمسؤولية علينا جميعا، علينا لا نترك وطننا يبقى كما يقول فريسة لصراع جناحين مجرمين. بوتفليقة يأتي من 62، في 61 أرسل لبن بلة لكي يكون بن بلة رئيس، أرسل لبوضياف وأيت أحمد بن بلة وقبل بن بلة أن يكون رئيس، وجاء على دبابات 62 ثم جاء في الدبابات 65. هذا رجل مؤامرات، رجل انقلابات، رجل مؤامرات، رجل اغتيالات، رجل اختلاسات. أقول هذا بكل أسف، كنت أتمنى أن أقول كلام جيد على رئيس بلدي، لكن هذه هي الحقيقة حتى لا نكذب على الناس. التوفيق ومن معه، أنا عندما أقول بوتفليقة أيضا ومن معه كثيرين منهم، يعني التوفيق ومن معه كثيرين كانوا يقتلون بأيديهم جنرالات، كان بعض منهم كان ليتنو وكان سوليتنو اللي راه الآن جنرالات، كانوا يقتلون بأيديهم، وكان كلما تقتل أكثر كلما تتعذب أكثر، كلما تحارب بين قوسين الإرهاب أكثر كلما تزداد رتب. للأسف ما عندنا من خيروا بيناتهم. يعني سألني شخص أقال لي أنت مع من؟ قلت له تريدني أن أكون مع أختار بين جناحي الغراب أو أختار بين ذيل الذئب ولسانه؟ نحن لا نختار بين الأشرار، نحن نريد أن نبني، نحن وكل الأحرار كل شرفاء الجزائر كل مواطنين حقيقة. أنا دعوتي لإخواني المواطنين في كل مكان، كل جزائري في أي كان، في أي بلد كان، في أي زمان الآن، أن يتحرك بالقدر الذي يستطيع، لأنه ما يجيش وقت نقولوا الله الجزائر ضاعت، الجزائر قسمت، الجزائر احتلت، الجزائر الآن ميليشيات تتقاتل أو مجموعات تتقاتل. إذا لم نتحرك ونضع حد لهذا بطريق سلمي، بطريق فقط مظاهرات سلمية، ندعو إلى وجود وظهور نظام حكم حقيقي يخدم الوطن ويخدم الدولة ويخدم الشعب، وليس يخدم فرنسيس والأمريكان والروس والصين على حسابنا، ويخدم مجموعات الآن تهرب في الأموال إلى كل مكان. أموالنا الآن في دبي وفي أبو ظبي وفي إسبانيا وفي إيطاليا وفي الأرجنتين وفي الكاريب، في كل مكان الأموال الجزائر تهرب بملايير الدولارات، وهناك من لا يجد ما يأكل، وهناك من لا يجد دواء، وهناك من لا يجد الخبز، وهناك من يصعب الآن عليه أولاده يدخلوا المدارس قد لا يجد لهم الحذاء، كان اللي ما يلقاش لهم الحذاء، وكان اللي ما عندوش دراهم باش يخلص على الكتب وعلى الكراريس. في هذه الظروف أموالنا بالملايير تنهب. إخواني مسؤوليتنا جميعا ليست مسؤولية حزب أو تنظيم أو جهة هنا أو هناك، وإنما الجميع لازم أن يفهم أنه إذا لم يتحرك بطريق واعي ومنظم ليقول كفى حرب العصابات، حرب اللصوص، حرب الأجنحة،
دعونا نقيم دولة حقيقية راشدة بأتم تعنيه الكلمة، مدنية بأتم تعنيه الكلمة، حريات بأتم تعنيه الكلمة، صحافة حرة بأتم تعنيه الكلمة، قضاء عادل وحر بأتم تعنيه الكلمة. إذا لم نفعل ذلك فالبلد في خطر. حفظها الله وحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.